بتفتح انستجرام بتلاقي صاحبك في الساحل، وتلاقي صاحبتك بتاكل في مكان شيك، وقريبك مسافر اليونان، وانت قاعد بتتفرج عليهم من على كنبة بيتكم. فبتقفل الموبايل وتحس بعدها ان حياتك بايخة او انك فاشل. لو حسيت بكده ما تقلقش، انت طبيعي جدا. انت بس وقعت في فخ مقارنة كواليسك بفيلم الناس. السوشيال ميديا دي عاملة زي لوكيشن تصوير فيلم. كل واحد بيختار أحسن لقطة بأحسن إضاءة وأحسن فلتر وينزلها. محدش بيصور نفسه وهو قلقان مثلا من مصاريف الشهر، أو هو بيتخانق مع حد بيحبه، أو هو تعبان ومش قادر يقوم من على السرير. انت بتقارن حياتك الكاملة، الحلو والوحش فيها، بأحلى 5 دقايق متمنتجة من حياة غيرك. طبيعي هتخسر في المقارنة دي. تخيل معايا إن حياتك دي وجبة أنت طبختها، فيها حاجات حلوة وفيها حاجات ملحها زيادة شوية. اللي بيحصل على السوشيال ميديا إن كل واحد بياخد أحلى حتة من طبقه، يزينها ويحطها على ترابيزة عرض كبيرة. فأنت بتبص على طبقك الكامل وتقارنه بمجموعة أحلى حتت من أطباق تانية. أكيد هتحس إن طبقك ناقص. طب إزاي تتعامل مع الموضوع ده بذكاء؟ زي ما بتنظف بيتك كده. أي أكاونت بيحسسك بالنقص أو بيصدر لك طاقة سلبية، اعمل له ميوت أو أنفله فورا. وبالمقابل تابع ناس بتلهمك وبتعلمك أو بتضحكك حتى بجد. مارس الامتنان الرقمي. قبل ما تفكر تنزل صورة عشان توري الناس حاجة، فكر مثلا في 3 حاجات في حياتك الحقيقية انت ممتن ليها دلوقتي. ده بيحول تركيزك من اللي ناقصني للي عندي. عيش الأول وصور بعدين. استمتع باللحظة نفسها، اتبسط بالقعدة الحلوة، ركز في طعم الأكل. لو اللحظة حلوة بجد ممكن تاخد لها صورة للذكرى، لكن لو الصورة هي الهدف يبقى أنت خسرت اللحظة نفسها. السعادة الحقيقية مش في الصورة اللي بتنزل، السعادة في إحساسك وأنت بتعيش اللحظة اللي قبل الصورة. ما تخليش حياة الناس المتفبركة تسرق منك فرحتك بحياتك الحقيقية.